بيبدأ الفيلم بجندي متقاعد بعد الحرب وبيكون قاعد بينقب عن الذهب وبيلاقي ذهب قليل، بس هو بيفرح جدا لأنه كده اتأكد إن المكان ده موجود فيه ذهب فعلا. وبعد كده بيجيب العدة بتاعته وبيبدأ يحفر في الأرض وفي أماكن كتير لحد ما في مرة وهو شغال وخلاص بدأ يفقد الأمل بيخبط فبيلاقي حاجة صلبة فبيشيل من عليها التراب واللون الأصفر بيلمع في عينه وبيلاقي الذهب اللي هو بقاله شوية كتار جدا بيدور عليه. وما بيبقاش مصدق وبيقعد يمسك دماغه وبيتمرمغ على الارض من كتر ما هو فرحان. وبعدها بيجمع كل الدهب اللي هو لقاه وبيجهز الحصان بتاعه وبيمشي من المكان. وهو ماشي في طريقه بيقابل عربيات ودبابات بتاعه الجيش الالماني وهي ماشيه، وبيكون معاهم عربيه مليانه بنات واخدينهم كعبيد او اسرى حرب. وطبعا الراجل من كتر ما هو فاجر بيمشي جنبهم بالحصان وبيعبرش اي حد فيهم وبيكونش عنده اي ذره خوف. وواحد من الجنود اللي هو القناص بتاع الفرقه بيبقى هيضرب عليه نار من ظهره، لكن القائد بتاعه بيقول له ان هو عارف ان في ناس قدام هتموته فسيبه راح دماغك. وبعدها الراجل بيكمل في طريقه وبيلاقي على كل عمود من اللي موجودين في السكه اللي هو ماشي فيها ناس متعلقه ومشنوقه. وعلى العموم ما تركزش في الحوار ده قوي لانه موجود طول الفيلم وهتلاقي ناس متعلقه في كل حته. وبرضه بيكمل في الطريق ومبيبقاش مهتم. وبعدها بيقابل الناس اللي هم مفروض هيقتلوه زي ما القائد اللي هو قابله قبل كده قال الموضوع ده. وفعلا بينزله من على الحصان وبيقعد يفتش في الحاجة بتاعته ويفتش في الشنط بتاعته وبيلاقي الذهب. الراجل طبعا قاعد يهيص ويفرح كأن النهارده العيد، وبيقول للجنود اللي معاه ان الراجل معاه دهب كتير وهنسرق وبتاع، وبيروح زقه على الارض. فالراجل بيقعد وبيمسك الكلب بتاعه وبعد كده بيهربه عشان ما يتأذاش في العركة اللي هتحصل دي. والجندي بيروح موجه السلاح ناحيته وبيبقى خلاص هيموته، وفجأة الراجل العجوز بيروح ساحب السكينة ومركبها له في دماغه. وبعدها بيسحب السلاح من المعلم ده وبيقعد يضرب فيهم. فصوت الطلق بيوصل للجنود اللي قدام فبيحسوا ان في حاجه غلط وبيقفوا. وبنرجع للراجل تاني وطبعا بيكون بيكمل عليهم ضرب وبيكسر رجل الراجل الاولاني وبيمسك التاني وبيخبطه بالسكينه خمس ست مرات مثلا. وبيمسك اللي بعده وبينزل على دماغه بالخوذه لحد ما بيدغدغها له. وبعد كده واحد بيجي من ظهره عشان يمسكه من ورا فبيروح زقه وضربه طلقه في دماغه ومفجرها له خالص. وبعد كده الجنود اللي كانوا متقدمين بيرجعوا تاني وبيلاقوا كل الجنود اللي قدامهم ميتين، وفي واحد منهم بيكون في جيبه حته دهب. فالقائد بيقول لهم ان هو هيروح للراجل ده عشان يموته وياخد منه الدهب بتاعه. وبعد شويه فعلا بيوصلوا له وبيضربوا عليه نار من بعيد، لكنه بيجري بالحصان وبيقدر يبعد عنهم. بس طبعا القائد بيكون هو اللي سايبه لانه هو عارف ان في حقل الغام قدام. وفعلا الحصان بيدوس على لغم وبينفجر فيه والحصان بيتفرتك والراجل بيطير وبيقع على الارض والدهب بيتنطور في كل حته. بعدها الجنود بيوصلوا قدامه والراجل بيقعد يلم الدهب من غير ما يعبر حد فيهم، بيكونوا لسه هيضربوا عليه نار فبيروح مفرقع اللغم بعد ما بيحدف عليه حته طوبه والدنيا كلها بتتملى تراب ودخان. وبيبداوا يضربوا عليه نار عشان ما يهربش فبيمسك الدرع بتاعه عشان يحمي نفسه من الطلق. وبعدها بيوقفوا ضرب نار وبيدخلوا واحد منهم عشان يشوفوه مات ولا لا. وفجاه بيلاقوا لغم طاير في وشه وبينفجر وبيفرتكوا 100 حته. وبكل غباء بيبعتوا جنود تانيين وبرضه بيجروا وبيدوسوا على الالغام وبينفجروا. وبعد كده القائد بيلاقي الشاره بتاعته مرميه على الارض وبيكتشف ان هو جندي كوماندو سابق، وانه واحد من اخطر الجنود اللي كانوا موجودين في الحرب، وانه عنده القدره ان هو يموت كتيبه كامله لوحده. وبعد كده بيجيب اتنين من الاسرى وبيمشيهم قدام الدبابه عشان يعرف اذا كان في الغام قدامه ولا لا. وبنروح له الكوماندو وبيركن جنب عربيه لانه اتصاب بسبب الطلق اللي اتضرب عليه. وبرضه الجنود بيكونوا قربوا منه وداخلين عليه وبيكون معاهم كلاب، بس هو بيستخبى في العربيه وبيبقى خايف من الكلاب لانها بتقرب منه فبيتعلق في عربيه من عربيات الكتيبه من تحت. وبيخرم خزان البنزين عشان يشوش على الكلاب ويخلوهم ما يعرفوش يشموا ريحته. وبيوقفوا العربيات لما بيشموا ريحه البنزين فالكوماندو بيخرج من تحت العربيه وبيجري بسرعه، بس هما بيلحقوه وبيضربوا عليه طلقه في رجله وبيهربوا الكلاب عليه. فبيروح مولع عود كبريت والنار بتلقط فيه بسبب البنزين اللي هو عليه من الخزان والكلاب بتروح واقفه مكانها. فبيبداوا يضربوا عليه نار مره تانية لكنه بيجري وبينط في الميه وبيفضل قاعد تحت الميه وبيرضاش يطلع. فالقائد بيبعت له شويه جنود بمركب وواحد منهم بينط في الميه عشان يشوف هو فين والكلام ده. فالكوماندو بيجي من وراه وبيخلص عليه. فالجندي اللي بعده بكل غباء بيروح نازل له فبيقتله ودمه بيغير لون الميه. وبعد كده الكوماندو بيطلع وبيخلي الراجل يمشي عشان يوصله الناحية التانية وهو مستخبي تحت المركب. فالقائد بيقول للقناص يضرب الراجل اللي في المركب وفعلا بيموته، بس الكوماندو بيكون خلاص وصل الجهة التانية فالقناص بيطلع يجري وبيضرب عليه نار من الرشاش بتاع الدبابة. بس الكوماندو بيكون عامل حسابه وبيكون واخد الجندي اللي كان في المركب على ظهره عشان يحميه من الرصاص، وفعلا بيقدر يهرب منهم لكن الكلب بتاعه بيفضل موجود هناك والقائد بياخده. وبعدها بيوصل قدام قرية وبتكون محروقة بالكامل بسبب الحرب، وبيكمل في طريقه وبيوصل لبنزينة وبيستخبى هناك وبينام. لكن في الوقت ده القائد والكتيبة بتاعته بيقدروا يوصلوا له عن طريق انهم يتتبعوا الكلب بتاعه، والكلب بيوصل له فعلا لكنهم بيكونوا حاطين على ظهره قنبلة يدوية
بس الكوماندو بياخد باله منها وبيشيلها بسرعه وبيحدفها والقنبله بتنفجر فبيقع على الارض، وعلى ما يفوق بيكونوا ربطوا ايده ورا ظهره وبيعلقوه على مشنقه، ولما بيحسوا ان هو خلاص مات وما عادش بيتنفس بيسيبوه وبيمشوا. واول ما الكوماندو بيحس ان هم خلاص بعدوا عنه وما عادوش موجودين بيروح متحرك ومعلق جسمه على المسامير والحديد اللي موجودين في العمود عشان يفضل متعلق من غير ما يتخنق ويقدر يتنفس. وبعد كده بتيجي عربيه فيها جنديين وبيكونوا بيدوروا على بنزين، وفي الوقت ده الكوماندو بيقعد يهز في العمود لحد ما الحبل بيتفك وبيقع على الارض، وواحد من الجنود بيقف قدامه وبيكتشف ان هو لسه صاحي وبيبقى خلاص رايح يضربه بالنار، لكن الكوماندو بيخبطه في رجله وبيوقعه بدماغه على صخره وبيموته. فالجندي التاني بيروح عشان يشوف ايه اللي حصل، فبيروح جاي من وراه وبيخبطه في دماغه بطوبه هو كمان وبيروح مموته. وبيقعد يفكر هيوصل للكتيبه تاني ازاي عشان يرجع الدهب بتاعه، وبيبص فبيلاقي طياره موجوده في المكان، وبعدها بيبدأ يخيط جروحه بمسامير ويطهرها ببنزين. راجل شديد الفحولة جدا يعني. وبعدها بياخد الطيارة وبيروح يدور على الكتيبة، وطبعا الطيارة بيبقى فيها طيار يعني عشان يسوقها. وبنروح للقائد وبيكون قاعد فرحان بالذهب وفاكر ان هو كده خلاص الموضوع خلص، وكمان بيقعد يتريق على الكوماندو ان انا قتلته ومش عارف ايه. وفجأة بيلاقوا طيارة قدامهم واقعة على الأرض، وبيلاقوا الطيار مشنوق بالحبل اللي هما كانوا شانقين بيه الكوماندو من فترة. والقناص طبعا بيترعب لما بيعرف ان الحبل بتاعه، فالقائد بيقول لهم يلا نمشي من هنا بسرعة. والجنود اللي بيبقوا قاعدين مع الأسرى البنات بيبقوا خايفين وبيقولوا ان هو رجع. فواحدة من البنات بتقعد تضحك وبتقول لهم انتوا فاكرين انتوا هتقدروا تقتلوه؟ فاكرين نفسكم هتنجحوا في اللي فشل فيه آلاف من الجنود الروس؟ وبتقول لهم ان هو دايما بيرجع وبيسحق أعدائه، وان انتوا اصلا اموات من ساعة ما سرقتوا منه الذهب. فبيقعدوا يضحكوا، وفجأة واحد من الجنود بيروح واقع والتاني بيتسحب من العربية وبينزل قدام الدبابة والدبابة بتفرمه. وبعد كده بيخش العربية وبيدي البنات أسلحة عشان يقدروا يدافعوا عن نفسهم، وكمان بيموت سواق العربية وبيرميه بره، وواحدة من البنات هي اللي بتسوقها. والجنود اللي ماشيين بيشوفوا السواق مرمي على الأرض بعد ما الدبابة فرمته. وبعد كده الكوماندو بيتنقل من العربية لفوق الدبابة، والبنت بتروح واخدة العربية وبتمشي جنب العربية التانية بتاعة الجنود، والبنات بيروحوا طالعين من العربية بالأسلحة وبيصفوا كل الجنود اللي موجودين في العربية التانية مرة واحدة. وبعدها البنت اللي سايقة بتروح قاتلة السواق. وفي الوقت ده الكوماندو بيكون بيحاول يفتح السقف بتاع الدبابة بالفأس بتاعه، فالقناص بيطلع له وبيحاول يقتله، لكنه بيلف من وراه وبيشده من سقف الدبابة وبيوقعوا هما الاتنين من فوق الدبابة. وبعد كده بيروح جاي له اتنين من الجنود وبيكون معاهم أسلحة، لكنه من شدة فحولته اللي تكاد تتفوق على محمد رمضان في مسلسل الأسطورة بيخافوا منه وبيرموا الأسلحة على الأرض وبيسيبوا المكنة بتاعتهم ويطلعوا يجروا، مع إنهم كانوا ممكن يقتلوه بالأسلحة عادي جدا. وأنت طبعا فاكر إن هو هيقتل القناص بنفسه، لا، بيركب المكنة وبيسيب البنات يخلصوا عليه بمعرفتهم. وبعد كده قائد الكتيبة بيوصل بالدبابة للطيارة اللي هو يهرب بيها بعد ما الكتيبة بتاعته كلها ماتت، وبيكون معاه الذهب وسواق الدبابة، بس هو بيقتله عشان ما يشاركوش في الذهب اللي هو سرقه. وبعد كده بيركبوا الطيارة وبيبقوا خلاص ماشيين، بس بيلاقي الكوماندو طالع له وبيضرب على الطيارة نار، وبيروح متعلق في الطيارة بالفأس بتاعته. والقائد بيكون فاكر ان هو خلاص الراجل تحت على الارض وان هو هرب بالطيارة خلاص، بس بيلاقي الكوماندو داخله فبياخد السلاح بتاعه وبيروح عشان يموته. بس هو اول ما بيشوفه داخله بيروح حادف عليه الفأس بتاعته وبينزلوا هما الاتنين في بعض ضرب، وده يضرب شوية وده يضرب شوية. وبعد كده القائد بيروح ضربه في وشه وموقعه على الارض، وبيحاول يضربه بالسلبه اللي معاه، لكن بيروح معلقه له في الصاروخ وبيشد مفتاح الامان وبيطيره بالصاروخ بره الطياره، والصاروخ طبعا بيقع على الارض وبينفجر بالراجل وما بيخليش منه اي حاجه. وبعد كده الكوماندو بيحس ان الطياره بتقع وبيروح وبيلاقي الطيار ميت بسبب الطلق اللي هو ضربه على الطياره في الاول خالص، وبيلاقي ان المحرك بتاع الطياره اصلا اتحرق وما عادش هيقدر يهرب. فبيروح رابط نفسه بالحبال بتاعه الطياره وبيثبت نفسه كويس جدا. وطبعا انت فاكر ان هو يموت لما الطياره تخبط في الارض والكلام ده، لا يا معلم، بيطلع من الطياره عادي جدا ولا كأن اي حاجه حصلت، وما تسالنيش ازاي. وبعدها بيخرج وبياخد الذهب بتاعه والكلب بتاعه على الموتوسيكل وبيطلع على البنك، وبيروح قايل للبنت اللي في البنك حولي لي الذهب ده الورق ويكون خفيف عشان اقدر اشيله. وبكده بينتهي الفيلم. سلام.